مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم خاصة برنامج تسميد ديال عمق زراعة البطاطا. وزراعة البطاطا بحال جميع الخضروات باش تعطي إنتاج جيد كتحتاج زيادة على المواد العضوية، مجموعة من العناصر المعدنية الكبرى الصغرى والثانوية، واللي كل واحد والدور ديالو ولاش كيصلاح. وإلا بغيتي دير برنامج بالعقل ديال تسميد البطاطا ديالك عندك طريقتين. الطريقة الأولى كتعتمد على التحاليل ديال التربة وديال الأوراق، وكتطبق التوصيات ديال المختبر اللي كيفسر فيها برنامج تسميد وكيفصل فيه الكميات اللي خاصنا نجيبو والأوقات المناسبة ومعلومات الحموضة والملوحة والمواد العضوية إلى آخره. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، الطريقة الثانية تقديرية كتعتمد على الطوناج اللي كتوصل ليه والحسابات اللي يمكن تستعملها باش تحسب الكمية اللي خاصك ديال لاكري. فباش تنتج كل طن من البطاطا خاصك تجيب من 3 إلى 3.5 كيلوغرام من الأزوت الصافي، ومن 1 إلى 1.5 كيلوغرام من الفوسفور الصافي، ومن 4.5 إلى 6 كيلوغرام من البوتاسيوم الصافي. وكتحتاج البطاطا كذلك الكميات مهمة من الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت. فبالنسبه للتسميد ديال عمق زراعه البطاطا، فالدراسات بينات باللي قبل الغرس يمكن تجيب 40% من الازوت زائد 100% من الفوسفور و40% من البوتاسيوم. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، فمثلا إلى حددنا معدل 50 طن في الانتاج ديال البطاطا في الاحتياجات من العناصر الكبرى بالنسبه لتسميد العمق وقبل الغرس ديال البطاطا، نجيبوا 40% من احتياجات الازوت اي 64 وحده او كيلوغرام من الازوت الصافي، زائد 100% من الفوسفور اي 75 وحده او كيلوغرام من الفوسفور الصافي، زائد 40% من البوتاسيوم اي 100 وحده او كيلوغرام من البوتاسيوم الصافي. وفي الاخير اخي الفلاح، اختي الفلاحه، لازم نذكروك باللي في حاله النقص الحاد من المغنيسيوم والكالسيوم فمن الممكن نجيبوا في التربه مع تسباق الارض قبل الغرس كميات مهمه يمكن توصل ل 50 كيلوغرام من المغنيسيوم و70 كيلوغرام من الكالسيوم. وفي حاله النقص القليل نعتمدوا على رشه الى جوج رشات وقت النمو على الوراق. والله المعين. مع دقيقة المثمر اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.